ازيكم عاملين ايه؟ الفيديو ده النهارده انا بتدرب فيه على القراءة، ازاي انا بقرأ باللغة الانجليزية. طب ازاي انا بحسن مستواي في القراءة؟ طب انا بعمل ايه؟ هقول لك كل دوت. الفيديو ده هيشتمل على مقطعين. المقطع الاولاني انا قريت الباراجراف، وبعد كده طلعت الكلمات اللي انا معرفهاش، وبعد كده دربت على النطق اول مره. هقرا اول مره واشوف مستواي ايه، وهقرا بعديها بعد ما اتمرن اكتر من مره واحاول ان انا اتدرب على النطق بشكل صحيح، وهعمل فيديو تاني. يبقى كده انا عملت فيديوهين. الفيديو الاولاني انا بتدرب لاول مره، الفيديو التاني بعد ما اتدربت وحاولت ان انا احسن نفسي على قد ما اقدر، عملت برضو فيديو. طب عملت كل ده ازاي؟ تعالى اخدك في تجربه بسيطه جدا. كل اللي انت بتعمله اللي انت لو شفت باراجراف باللغة الانجليزية والموضوع دوت شادد انتباهك، حتى لو كانت جملة او اتنين او تلاتة، تمام؟ المهم هنا مش الكم، المهم الكيف. طب انا هعمل ايه؟ بكل بساطة دي طريقة انا فكرت فيها وحاولت ان انا اشاركها معاك. هل مفيش حد بيعمل كده؟ بالفعل ممكن الاقي في ناس بتعمل كده، وفي ناس مستواها احسن وافضل مني، بس انا كل حاجه بحب اقولها لازم تكون عن تجربه شخصيه. انا حسيت بتحسن حتى لو كان 1 أو 2%، فده بالنسبه لي انجاز. قريت الموضوع، لاحظت ان في بعض الكلمات اللي انا معرفهاش. رقم واحد طبيعي، رقم اتنين عادي جدا. هتتعامل ازاي؟ هتعامل ازاي؟ بعد ما خلصت الموضوع كتبته في ورقة خارجية فلوس كاب. بعد كده حطيت ايدي على الكلمات اللي انا معرفهاش، كتبت في ظهر الورقة الكلمات اللي انا معرفهاش بترجمتها باللغة العربية. المفروض ان انت بتستخدم طريقة اسمها فلاش كارد، بس دي تعتبر بالنسبة لي يعتبر زي فلاش كارد. الموضوع التوبيك في ناحية ومعاني الكلمات في ناحية تانية، عشان تشغل الذاكرة العاملة أو ذاكرة قصيرة المدى، تحاول إنك تسترجع الكلمات معناها يعني. دي حاجة. الحاجة التانية اتدرب على النطق. طب هدخل على يو ديكشنري أو أيا كان الابليكيشن أو حتى جوجل ترانسليت. بتسمع الكلمة النطق بتاعها وتتدرب عليها. أنا مش بقولك احفظ، أنا لسه ما جبتش سيرة الحفظ خالص. اتدرب عليها مرة واتنين وعشرة. هل الموضوع ممل؟ ممل. هل الموضوع درجة الحرارة والخنقة؟ اه. بس لو انت عايز توصل ما بتفكرش بالطريقة دي، بتفكر انك تاخد خطوة حتى لو كانت بسيطة. عشان كده انا قصدت ان الباراجراف يكون جملة او اتنين او تلاتة عشان تحس بالانجاز. تمام. طب عملت ايه تاني؟ تالت حاجة اتدربت على النطق. تمام. قمت جاي داخل بقى قاري الموضوع، ما قريتش الموضوع وبعد كده رحت طلعت الكلمات، لا، انا كتبت الموضوع وانا بقرا وانا بكتبه بحاول ان انا اقراه. لقيت فيه كلمات وقفتني. دي كانت اول خطوه. تاني خطوه طلعت الكلمات اللي انا ما اعرفهاش وكتبت معناها. تالت خطوه طلعت نطق الكلمات واتدربت على النطق الصحيح بتاعها. رابع خطوه قريت الموضوع زي ما انت هتشوف الفيديو الاولاني. خامس خطوه بعد ما اتدربت كذا مره بعمل فيديو او بتعمل ريكورد بتتدرب فيه انت بنفسك، بتشوف بتلاحظ ان في فرق ولا لا. طب انا دلوقتي لاحظت ان انا عرفت اقرا، بس الكلمه دي انا مثلا نطقتها مش بشكل صحيح. طبيعي، بس ودانك لقطت ان انت نطقتها مش بشكل صحيح، فانت بتعيد من تاني. ايه اللي بيخليك تعيد من تاني؟ ان انت حاسس ان انت ما نطقتش بشكل صحيح. طب هعمل ايه دلوقتي؟ هتتدرب مره واتنين وتلاته، ولو اليوم خد يوم اتنين تلاته مش مهم. المهم ان انت الكلمات اللي انت بتطلعها حتى لو كانت كلمه واحده اتدربت على نطقها بشكل صحيح، فانت كده ماشي على الطريق الصحيح. ما تستعجلش. انا استعجلت. لما تيجي تتعلم ما تستعجلش. دي عن تجربة شخصية. انا استعجلت وبدأت ان انا ابذل مجهود كبير بس ما بوصلش النتيجة. ليه؟ عشان ماشي غلط. ما ايه الغلط؟ ان انا بستعجل في النتائج. ما تستعجلش خالص في النتائج. الموضوع عايز ممارسة وعايز صبر. عايز ممارسة وعايز صبر، والممارسة عايزة صبر. ادي الحاجة راحتها، ادي اللغة وقتها. انت مش مستواك هيعلى من يوم ولا ليله. مش معنى ان انت لما سمعت الكلمه مره او اتنين كده خلاص لازم تفعلها. لا يا باشا، انت محتاج انك تسمعها مره واتنين والف. انت بقى وقدراتك انت وشطارتك. بس انا بتكلم في المستوى الانسان اللي هو ايه، اللي هو زي اللي هو المتوسط. تمام. انا المفروض ان انا بوريك الفيديو الاولاني بوريك الفيديو التاني، بس انا هوريك المستوى اللي انا وصلت له بعد تدريب 3 أو 4 مرات على القراءه.
وفي الاخر خالص هديك الفيديو الاولاني اللي انا عملته وانت شوف بنفسك واسمع. هل انت لاحظت ان انا بتكلم بشكل احسن ولا لا؟ لاحظت ان انا بقف في الكلمات ولا لا؟ لاحظت ان الانتونيشن بتاعي مع يعني مثلا واحد كده مقدم برامج او واحد مثلا واقف بيقول نشرة اخبار، الايقاع الصوت بتاعه بيديك ايحاء ان حاسس ان انا بسمع واحد نيتيف ولا لا؟ تمام. نبتدي بسم الله. Climate change. Climate change and related disasters cause anxiety-related responses as well as chronic and several mental health disorders. Flooding and prolonged drought have been associated with elevated levels of anxiety, depression, and post-traumatic stress disorders. The trauma and losses from a disaster, such losing a home or job, and being disconnected from neighborhood and community contribute to depression and anxiety. انا حاسس ان في تحسن شويه. طب التحسن ده انت لاحظته ازاي؟ عن اول فيديو انا هعرضه اقول لك في كلمه اسمها prolonged في حرف جي. انا اول ما نطقتها قلت prolonged مش عارف انطق حرف الاو ومش عارف انطق حرف الار ومش عارف انطق حرف الاي دي ومش يعني حاسس في بص الكلمه دي فيها حرف الار وفيها حرف الاو وفيها حرف ال وفيها حرف الاي دي اندنج، ما مش عارف اجيبها. بس لما سمعتها prolonged اوكي. كان في كلمه اسمها كنت بنطقها فلود يعني فيضان او يفيض او حاجه زي كده. لا اسمها flooding مش flooding في اي ان جي ending وحرف الاو علامه عليهم، يعني الدبل او في علامه زي الثمانيه كده في الصوتيات. انا مش مركز في الصوتيات قوي بس بحاول ان انطقها. flooding حرف الجي ما بيتنطقش. تمام. associated في كلمه تانية بقى with elevated كنت الاول بنطق elevated. what does that mean؟ يعني ايه elevated؟ elevated بكتب الكلمات دي كلها في ظهر الورقه وانا بحاول افتكر معاني الكلمات. هل لازم اذاكرهم؟ مش لازم دلوقتي، ذاكرهم في الاخر خالص بعد ما تتدرب وتقرا. اهم حاجه النطق، اهم حاجه انك تحاول تربط الموضوع كده وتعمل جس. الفقره دي كانت عايزه تقول ايه؟ دي اهم حاجه. تمام. اتمنى ان الطريقه دي تكون مفيده ليكم. انا حسيت باستفاده، انا لسه متدرب يعني لسه بادئ فيها جديد. اتمنى ان ده يفيدكم. وانا اسف ان الفيديو كان طويل شويه بس انا هشارككم بالفيديو الاولاني اللي انا عامله هدمجه مع الفيديو دوت. واتمنى طبعا لو انت بتتابعني على اليوتيوب سبسكرايب شير لايك ما تنساش وكومنت لو انت عايز تسال عن حاجه، لاني انا بطلع هرد عليك. مش معنى ان انا ما ردتش عليك او اتاخرت عليك شويه فانا بعتذر لك، لاني حسب ضغوط الشغل والستريس. تمام. والمواعيد مش احسن حاجه عندي. تحابب تشاركني باي سؤال اتفضل، انا حابب ان انا اسمعك وانا حابب ان انا اشاركك باي تجربه جديده او باي خطوه جديده انا بحاول اخدها. انا اسف طبعا على الازعاج اللي بره دوت، بس المنطقه اللي انا فيها مش احسن حاجه، بس اهو ادينا بنحسن شويه. يلا سلام. Climate change and related disasters cause anxiety-related responses as well chronic and several mental health disorders. Flooding and prolonged droughts have been associated with elevated levels of anxiety, depression, and post-traumatic stress disorders. The trauma and losses from a disaster, such as losing a home or job, and being disconnected from neighborhood and community, can contribute to depression and anxiety.